السلام عليكم، كيفكم؟ رجعت لكم اليوم فيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون راح نرتب مكتبنا للدراسة سوا، وراح اعطيكم شوية افكار ممكن تستفيدوا منها لكن قبل ما نبلش الفيديو، اذا انتم مش متابعيني على الانستا روحوا تابعوني على الانستا، هتلاقوا روابط حساباتي انا وروان تحت في صندوق الوصف. واذا انتم جداد على هذا القناة لا تضغطوا على السبسكرايب عشان عائلتنا تكبر. شو رايكم يا جماعة نوصل 100,000؟ قربنا كتير 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 على 100,000. شو رايكم من هذا الفيديو ننشر حملة هاشتاج حملة توصيل داروان لل100,000 مشترك؟ قربنا كتير كتير صراحة، انا متحمسة جدا جدا جدا. هلا ما بدي اطول عليكم بالمقدمة، خلونا نبلش الفيديو. اول اشي خلونا نيجي هون. طبعا هون تشوفون في لابتوب وشنطة. هاي المنطقة مش الي يا جماعة، هاد مكتب روان. وهاي التسريحة يعني هذا الجزء كله ما إلي دخل فيه بالدراسة، أنا بدرس هون لسه، هو هيك مش مرتب يعني. هلا بالأول حابة إنه أعرفكم على الأغراض اللي أنا جبتها. أول إشي هدول الدرعين بحب أحطهم هون. هذا الدرع كان من المدرسة. طيب اللي عندي 5 سنوات من صف خامس، أخذناه بحفلة تكريم. إحنا عندنا هيك بحفلات التكريم بحبوا يعطوا دروع وشهادات تقدير. طيب اما الدرع هو مش درع مدرسة، كان في حفلة وهيك فاخذنا. خلونا هلا نبلش. بالاول قبل ما ابدا صفوتهم حابة اعرفكم على الاغراض. اول حاجة هذا الدفتر. هذا الدفتر ممكن انكم تحتاجوه كتير كتير، لانه شوف ممكن تكتبوا فيه جدول المدرسة. شو كان استخدمه بالحصص في اول دوام المدرسة مثلا وهيك يعني. هي مثلا هون ممكن كنتوا تكتبوا جدول بدكم اياه، مثلا جدول الدراسة، جدول المدرسة، تكتبوا ملاحظات. خلونا نلملم الستيكي نوت. طبعا هدول الستيكي نوتس كتير كتير ممكن تحتاجوها برضو، لانكم تكتبوا فيها ملاحظات وشغلات تحفيزية انها تحفزكم انكم تدرسوا. مثلا تكتبوا عليها المعدل اللي بدكم تجيبوه، او عبارات انها انها تحمسكم للدراسة. او مثلا تكتبوا مثلا ركزي يا دانا، مثلا تكتبوا ركزوا اسمك وتلزقوها. مثلا لو سرحتوا وانتم بتدرسوا تكون ترجعوا تركزوا بدرستكم. هذول الملاقط او المشابك هم كتير كتير حلوين وكيوت، بتعلقوا عليهم الورقة هيك او وهيك يعني شغلات. خلصنا هذول. وهون في علبة الهندسة، لسه أنا ما احتجتها لي عشان هيك حطها على المكتب، لأنه بالأغلب كمان إحنا عنا معلمتنا بتحب إنها تحل السؤال والتطبيق يعني اللي بنستخدم فيه هيك شغلات نعملهم في البيت، عشان هيك هاي الهندسة بتضل على المكتب. وهدول الأقلام ممكن تجيبوا أقلام كتير حلوة، يعني شكلها عادي، مش إنها بس قلم هيك يعني يكون في إلها شكل. مثلا هذا القلم وهذا كتير بتحتاجوه لمعلومة بدكم تعالوا ترجعوا تكتبوها وهيك. وهذا القلم ما بعرف ليش حطاه أنا، أو هيك يعني قلم فلوماستر. يعني لو ممكن انكم تجيبوا كمان لوح هيك، سبورة هيك صغيرة كتير تكون كتير حلوة، بتكتبوا عليها برضه شغلات. وهذول الأقلام الملونة، هذا القلم كتير بحبه، شوف شكله ما أحلى، وهذا كتير كيوت طفولي هذا. وهذول أقلام ملونة. وفي كمان هذول ممكن انكم تستخدموهم كأنكم تفصلوا بين الشغلات، أو ممكن انكم تعلقوا منها برضه على الحيط تكتبوا عليهم شغلات. في هاي البراية، وهاي اللي راح احط فيها الاقلام، هي برضو مقلمة يمكن اسمها هيك شي. وفي هذا الورق برضو استخدامه زي هذاك الورق. وقعت الملاقط. وهاي المقلمة ما بعرف ليش حطيتها على المكتب، لانه ممكن انه احتاجها وانا بدرس برضو، ولما اجي اروح المدرسة بحطها بالشنطة. واهم اشي في المكتب طبعا الكتب. كتب جماعة، بتعرفوا انه عاشر كتبه كتيرة وبده دراسة. عشان هيك بحب احطهم على المكتب، مش على الدرج، مش في الدرج، عشان اتذكر دانا يلا ادرسي، في عندك كتب كتير، عندك جغرافيا، عندك فيزياء، عندك كيمياء، عندك احياء، عربي. شوفوا سر عاشر جماعة، عاشر.
الدفاتر قديش هلا احزنت لما تذكرت انه انا صرت عاشر ومعي كتب جديدة. هلا خلونا نرتب المكتب. نسيت اوريكم هدول. شوفوا هون انا بحط مثلا هذه الحصالة. بحب انه انا احوش كل بداية سنة وانتم بتعرفوا هيها. حطيتها هون. وفي هذا شوفوا، هذا اخذته في مسابقة كتير بحبه، مكتوب عليه هون المركز الاول. هون مسابقة نجوم التميز، هيك كان اسمها المسابقة، لكن انا دايما بحب احطه على المركز الاول عشان يحمسني انه ادرس يب كتير بتحمس جد يا جماعة. لو عندكم هيك شغلات دايما خلوها قدامكم في الدراسة. صراحة هون انا بحب احط هيك شغلات زينة. هون كمان حصالة بس حابة شكلها وحب وحطاها. وهون هاي لريما، هون شغلات ريما يعني. ريما ما بتستخدم المكتب، ريما ما بتدرس يا جماعة، هاني وزيت لكم وبس. هاي وهون في حرفي وفي مج اليوتيوب، يعني هون شغلات هيك بحطها. ولا ايش في هون في طواق ريما وشغلات ما إلها دخل في الدراسة. وهلا هاني رجعت لكم بعد ما خلصت اعمل المكتب. هلا خلونا ناخذ جولة فيه وهو مرتب وحلو. مش عارفة ليش وانا بكتب فيه وبتحمست للدراسة. أول حاجة كتبت هون قوانين مهمات جدا. لا توعيش جننوني. هو قانون المسافة والسرعة والزمن، وهذا المثلث بس نحفظه بلخص لكم إياه كلهم. هاد طبعا فيزياء. هون كتبت هيك عبارة: سأنجح وأحقق حلمي، بجيب المعدل اللي في بالي يعني. وهون كتبت شغلة هاي بنحتاجها أعتقد طول ما معنا بالإنجليش، كيف نكون السؤال. هاي تمام. هون كتبت ركزي يا دانا، لانكم عارفين اني دايما بسرح بشغلات ما إلها داعي وانا بدرس. هون كتبت رياضيات، فيزياء، كيمياء، احياء عشان اتذكر لازم ادرسهم هدول مش انسى، لانه تقريبا عقلي كله في تاسع. هون كتبت قانون مهم جدا برضو هاد في الرياضيات، لازم انه يضلوا قدامي، هيك المعلمة حكت لنا. وبعدين خلونا هون نيجي للمكتب. هون حطيت الدفاتر والكتب، وحطيت هذا الدفتر، وحطيت علبة الهندسة، وحطيت المقلمة. وهون حطيت هدولا الستيكي نوتس، ممكن انه استخدمهم برضو بالدراسة. وهون حطيت في هاي المقلمة الاقلام الملون. لا انت ليش تسلف وجهك؟ تعال هيك بضحك علي عشان بدرس. شايفين كيف؟ حتى الاقلام. وهون البراية، وهون الدرعين ما حركتهم من مكانهم. ومن فوق زي ما هو يعني الجوال. انا الجوال مفروض ارميه برا الدار كلها وانا بدرس يعني. ما تحطوا جوالاتكم قدامكم وانتوا بتدرسوا. اوعكوا تحطوا جوالاتكم قدامكم، حطوها مع حدا، حطوها في غرفة تانية، المهم بعدوها عنكم، ولا اشي بتعلق بالجوال او لا ممكن لابتوب تدرسوا عليه يعني. هلا ايش هلا شفتوا هيك المنطقة ماليش دخل فيها كمان مرة يعني. رواني بتيجي ترتب مكتبي كنت حضري للجامعة. برضو وقعت. انا شكلي يا جماعه مش هدرس، هضل الم في الورق اللي بوقع. فممكن اجيب زي سبوره لزقها عليهم، بكون افضل من الحيطه. انتوا نوتي. تبقى هوش. اوكي. تسألوا برضو وين روان ليش ما ظهرتش في هذا الفيديو. حكيت لكم يا جماعة، روان فترة الامتحانات نفسيتها بتكونش بتسمح لها انها تصور فيديوهات تطلع. بتلاحظوا من الستوري، حتى ستوري بتخف عليكم شوي بالستوريات، وبتحكي لكم انه في عندها امتحانات وهيك. لكن حاليا ان شاء الله احنا بنستنى شو اسمه بنستنى نتيجة امتحاناتها الصيفي. عشان ايش؟ عشان روان تطلع. هيها اجت اسئلتها. تفضلي بكيك تحكي. شو احكي؟ احكي انه انت راح تطلع على القناة، لكن بعد ما تطلع نتيجة امتحاناتك. لانه روان يعني بهيك فترة ما بتكون بتحب تصور وهيك، خلص هي كل هاي بتكون في الامتحانات. انا لا طبعا يعني انا احب علي يا جماعة اجي اصور لكم فيديوهات وهيك واترك لا ما اتركش الدراسة طبعا، الا الدراسة. وبس هيك بكون خلص فيديو اليوم.
اليوم لا تنسوا تروحوا تابعونا على الانستا، لانه على الانستا بنكون نشيطين اكتر، وكل يوم كل يوم بنزلكم ستوري، وبكل ستوري عندي مليان، يعني بورجيكم كل حاجة بيومي ايش بعمل فيها. وكذلك برضو روان روحوا تابعوها على الانستا، لو رابط حسابها تحت في صندوق الوصف. ولا تنسوا تضغطوا سبسكرايب والشير واللايك، ولا تنسوا الابتسامة، ومع السلامة.